ازاي ثور هو السبب في ان توم هولاند بقى سبايدر مان؟ تخيل معايا كده لو مفيش كريس هيمسورث يمكن ما كناش شوفنا توم هولاند في دور سبايدر مان. ايوه يا معلم، ثور هو اللي ساعد سبايدر مان يدخل عالم مارفل السينمائي. القصه كلها بدات سنه 2015. توم هولاند وكريس هيمسورث كانوا بيشتغلوا سوا على فيلم ان ذا هيرد اوف ذا سي، ووقتها توم هولاند كان لسه صغير ومش معروف أوي. بس اللي كريس شافه في توم كان مختلف، شاف فيه موهبه حقيقيه. ولما توم راح يعمل اوديشن لدور سبايدر مان، الدور اللي كل الشباب العالم كانوا بيجروا عليه، كان عنده امل بس المنافسه كانت نار. اللي حصل بعد كده، كريس بنفسه تواصل مع شركة مارفل وسوني وقال لهم ان هو تشتغل مع توم وهو عنده كل حاجة وموهبة وطاقة وخفة دم، هو اللي انتوا بتدوروا عليه. تخيل كريس هيمسورث بنفسه رشحه وقال عن توم هولاند ان اكتر حد عنده بوتنشال عالي يخلي الشخصية تكسر الدنيا. وفعلا مارفل خدت بكلامه وتوم اتقبل، وبدأ نشوفه لأول مرة في كابتن أمريكا سيفل وور، ومن بعدها بقى أيقونة سبايدر مان الجديدة. يعني مش بس ثور بينقذ الناس في الأفلام، ده كمان أنقذ مستقبل سبايدر مان الحقيقي. فلو بتحب سبايدر مان ارفع المطرقة لكريس. وفي النهاية اقدر اقول لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو عجبك الفيديو، وسلام.